ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، وفي قناتكم قناة شبكة سلام الفضائية. أهلا وسهلا بكم. نذكر أعزائي المشاهدين بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة طيلة مدة البرنامج، أو على حساب شبكة سلام الفضائية في منصات التواصل الاجتماعي. كما نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كنا قد وصلنا أعزائي المشاهدين في الحلقات الماضية وعلى تفسير سورة الكافرون، وها نحن في هذه الحلقة المباركة نحط رحالنا في تفسير سورة النصر. بعد ذي بدء نقرأ هذه السورة المدنية الشريفة، ومن ثم نأخذ مناسبتها، ومن ثم نعرج على أسمائها ومسمياتها، ومن ثم نعرج على بعض الدروس والعبر في حياتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر، وتسمى كذلك سورة النصر، وذلك لافتتاحها بقوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وكذلك تسمى بسورة إذا جاء نصر الله والفتح، وكذلك تسمى بسورة التوديع، لأنها نعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باقتراب ودنو أجله عليه الصلاة والسلام. وكذلك تسمى بسورة الفتح، وذلك لكلمة إذا جاء نصر الله والفتح. وهذه السورة تبين عاقبة الإسلام وعاقبة الدين العظيم بالنصر والفتح المبين، كما أنها تشير إلى دنو أجله الشريف عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة أنزلت في فتح مكة. هذه السورة أنزلت بمناسبة فتح مكة. وفتح مكة أعزائي المشاهدين والذي وقع في السنة العاشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ومعه 10,000 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم طرد من مكة وهي أحب البقاع إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم بأن مكة أحب البقاع إلى قلبه، ولولا أن قومها أي يعني كفار قريش طردوه منها لما خرج عليه الصلاة والسلام. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يعود إليها خاشعا متذللا، كما يقول أهل السير من الذل والخضوع، تمس لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم عرقوب سرجه عليه الصلاة والسلام من الخشوع والتذلل وكثرة الاستغفار. دخلها نبينا صلى الله عليه وسلم مكة وبكة وأم القرى والبلد الحرام والبلد الأمين، دخلها صلى الله عليه وسلم خاضعا متذللا مستسلما شاكرا مسبحا مستغفرا له سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا جاء ودخل عليك فتح مكة
وقد نال الإسلام من النصر المبين في دخول مكة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت يا محمد بأن كل القبائل تدخل في دين الله وتعرض نفسها على الإسلام في دين الله أفواجا أي جماعات، فماذا يفعل؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك، أي سبحه ونزهه وعظمه سبحانه وتعالى واستغفره واطلب المغفرة، أي الاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. 3 آيات اختتمت دلائل النصر والتمكين: إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى ودين الإسلام، فيا محمد أكثر الاستغفار وسبح الله سبحانه وتعالى كثيرا. والنصر أعزائي المشاهدين هو العطاء والعون، وفي معناه الاصطلاحي هو التأييد والعطاء ودفع الضر، فنصر فرد أو جماعة يشمل إعانتهم بالقول أو الفعل. والنصر أعزائي المشاهدين استعمالات النصر في القرآن الكريم استعمالات عدة، فوردت كلمة نصر في كتاب الله سبحانه وتعالى 155 مرة، 155 مرة. صيغ كلمة النصر في كتاب الله سبحانه وتعالى أتت 15 مرة بصيغة الفعل الماضي، مثل قوله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وكذلك أتت كلمة النصر في كتاب الله سبحانه وتعالى 43 مرة بصيغة الفعل المضارع، نحو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكذلك أتت 8 مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى بصيغة فعل الأمر، نحو قوله سبحانه وتعالى: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك أتت في كتاب الله سبحانه وتعالى 22 مرة على صيغة المصدر الأصل، قال ربنا عز وجل نحو قوله: ألا إن نصر الله قريب. وكذلك أتت 15 مرة، وردت 15 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى على صيغة اسم الفاعل، مثل قوله سبحانه وتعالى: فما له من قوة ولا ناصر. وكذلك أتت في كتاب الله سبحانه وتعالى كلمة النصر 11 مرة على صيغة الجمع، كقوله سبحانه وتعالى: وما للظالمين من أنصار. وكذلك أتت 24 مرة كصفة مشابهة على صيغة صفة مشابهة في كتاب الله سبحانه وتعالى، نحو قوله سبحانه وتعالى: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وآخرا أتت مرتان على صيغة اسم المفعول، كقوله سبحانه وتعالى: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذه هي صيغ النصر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وجاء النصر في كتاب الله سبحانه وتعالى واستعماله القرآني على 4 أوجه. الوجه الأول المنع، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، أي ولا هم يمنعون. والوجه الثاني في الاستعمال القرآني لكلمة النصر العون، منها العون، لقوله سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. والوجه الثالث أتت الظفر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله، أي وما الظفر إلا من عند الله. والوجه الرابع من استعمال كلمة النصر الاستعمال القرآني أتت الانتقام، على وجه الانتقام، ومنه سبحانه قوله عز وجل:
ولمن انتصر بعد ظلمه، أي انتقم بعد ظلمه. هذه دلائل النصر. والألفاظ المتعلقة بكلمة النصر في كتاب الله سبحانه وتعالى منها كلمة الفتح. إذا وردت كلمة الفتح فهي تدل دلالة على كلمة النصر. ومن ذلك كذلك من الألفاظ ذات الصلة بكلمة النصر كلمة الظفر، وكذلك من الكلمات ذات الدلالة على كلمة النصر وهي الفوز. كلمة الفوز تدل على كلمة النصر. وكذلك من الكلمات الألفاظ الدالة على كلمة النصر الظهور. والصلة بين النصر والظهور أن النصر يكون بقصد مخطط له، والظهور يكون بقصد ويكون بغير قصد. هذه هي دلالات النصر. قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الاستغفار أعزائي المشاهدين هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وهو مصدر قولهم أستغفر ويستغفر، ومأخوذ من مادة غفرة أي ستر. والمعنى الاصطلاحي لكلمة أستغفر هي الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستر الذنوب وألا يعاقب عليها. وبهذا فإن الاستغفار في معناه الاصطلاحي يتمثل في طلب أمرين في آن واحد. أن الاستغفار معناه يتمثل في طلب أمرين في آن واحد، وهما ستر الذنوب وكذلك عدم العقوبة عليها. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: المغفرة شيء زائد عن الستر، لأن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب عليه العبد. وأما مجرد ستر الذنوب فهذا لا يستلزم إسقاط العقوبة، فالله سبحانه وتعالى قد يستر على من يعاقب ومن لا يعاقب. وأما الاستغفار في القرآن الكريم سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل فورد نحو 234 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى بعدة صيغ وبصيغ مختلفة. منها عدد 9 مرات وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى كلمة الاستغفار على صيغة الفعل الماضي، نحو قوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كذلك أتت 60 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى على صيغة الفعل المضارع، نحو قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كذلك أتت في كتاب الله سبحانه وتعالى كلمة الاستغفار وردت 36 مرة على صيغة الفعل الأمر، نحو قوله سبحانه وتعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وكذلك أتت في كتاب الله سبحانه وتعالى مرتين على صيغة اسم الفاعل، نحو قوله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. وكذلك أتت 96 مرة في كتاب الله عز وجل على وجه صيغة المبالغة، نحو قوله سبحانه وتعالى: إن الله غفور رحيم. وكذلك أتت مرة واحدة على صيغة مصدر سماعي كقوله سبحانه وتعالى: غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك أتت 28 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى على صيغة مصدر ميمي
كقوله عز وجل: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وكذلك أتت مرة واحدة على صيغة المصدر الأصلي كقوله سبحانه وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. والاستغفار في القرآن بمعناه اللغوي وهو طلب المغفرة، وأصل المغفرة هي التغطية والستر، وغفر الله ذنوبها، وغفر الله للذنوب أي سترها، أي سترها. وفضائل الاستغفار أعزائي المشاهدين هي كثيرة وجمة، منها أن الله يحب المستغفرين، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يختلي ويتفرد بالمستغفرين في الثلث الآخر من الليل. ألم نسمع إلى قوله سبحانه وتعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، لأن هذا الوقت من الليل يحبه الله سبحانه وتعالى، وأجل العبادات في ذلك الوقت هي كثرة الاستغفار. كذلك الله سبحانه وتعالى يحب المستغفرين كثيرا. لماذا؟ لأنهم يكثرون من طلب المغفرة له سبحانه وتعالى، وربنا يحب الملحين في الدعاء. كذلك من الاستغفار أنه تستجلب به النعم ويدفع به النقم. ألم نسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي ويكثرون طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. كذلك الاستغفار هو حلية من كان في عز عبادته، وحلية النصر، وحلية التمكين، أن يستفتح التمكين والنصر بكثرة التسبيح والاستغفار. ألم نسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم الشريف عليه الصلاة والسلام حين دخل مكة قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لذلك حين يصاب المرء بالغرور في عز أو فتح أو تمكين يطلب منه كثرة الاستغفار وكثرة التسبيح، وكثرة التسبيح والاستغفار داعية إلى الخضوع والذل والاستسلام، بأن هذا النصر والتمكين الذي بين يديك والفتح المبين الذي ترقبه ووصلت إليه هو من الله سبحانه وتعالى. وأجل النعم هي شكره لله سبحانه وتعالى. ومن صيغ الشكر أن تكثر التسبيح والاستغفار لله سبحانه وتعالى بأن أتم عليك هذه النعمة وهذا النصر وهذا الفتح وهذا التمكين بكثرة التسبيح والاستغفار. ولذلك كانوا الملوك قديما إذا دخلوا قرية أو دخلوا مدينة أو غزوا أرضا وفتحوها يدخلوها وعلى رؤوسهم الكبر والغطرسة والعز، ومن غيرهم يدخل هذه البلدة ورافعي رؤوسهم كأن النصر والتمكين كان بأيديهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حين دخل أشرف بقعة على الأرض وأطهر بقعة على الأرض، دخلها فاتحا خاضعا ذليلا منكسرا مسبحا مستغفرا لله سبحانه وتعالى. وما كان لنا نحن كمسلمون إلا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أوج العز وفي أوج التمكين وفي أوج الفتح وفي أوج النصر وفي أوج البهجة وفي أوج السرور في التمكين،
إلا أن نكون مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نكثر التسبيح والاستغفار والتواضع لله سبحانه وتعالى. كذلك أن هذه السورة هي نعي ودلالة على دنو أجله الشريف عليه الصلاة والسلام. وحين سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكانوا هو وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين في هذه الآية، فقال ابن عباس: هو نعي نعاه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم باقتراب ودنو أجله صلى الله عليه وسلم. دنو الأجل حينما يعلم المرء بأن اقتربت ساعته ودنا أجله، إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة التسبيح وكثرة الاستغفار لله سبحانه وتعالى، وأن يحسن خاتمته وأن يحسن عمله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأحب الأنبياء وأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة، وهو الماحي والحاشر، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأمره الله سبحانه وتعالى دلالة على دنو أجله الشريف بأن يا محمد أكثر من التسبيح، أن يا محمد أكثر من الاستغفار، وذلك لدنو أجلك. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إلا كما قال الصحابة، دخل مكة وهو خاضعا متذللا لله سبحانه وتعالى، وحوله من الصحابة آلاف مؤلفة، كلهم مبتهج مسرور فرح بأن الدنيا أصبحت مسلمة، بأن الدنيا كلها بأسرها في أعينهم هو الإسلام وحده، هو الدين الخالص لله سبحانه وتعالى. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقابل تلك البهجة والسرور والنصر والتمكين بكثرة الاستغفار. وكثرة الاستغفار هو إدامة للنعم، وكثرة الاستغفار هو وقود لزيادة النعم، وكثرة الاستغفار هو شكر لله سبحانه وتعالى بأن يا الله نشكرك ونحمدك ونستغفرك بأن مكنتنا ونصرتنا فزدنا يا الله. هو كثرة التسبيح والاستغفار هما الوقود للعز والتمكين في كل حين. هذه سورة النصر، وهي سورة الفتح، وسورة إذا جاء نصر الله، وسورة إذا جاء نصر الله والفتح، وسورة التوديع للنبي صلى الله عليه وسلم. وتوديع نبينا صلى الله عليه وسلم دلالة بأن الموت كأس كل الناس سيشربه، وبأن الموت حق على كل بني آدم، وبأن الموت حق على كل كائن خلقه الله سبحانه وتعالى. الموت حق، والجنة حق، والنار حق. فما نحن فاعلون حين يدنو الإنسان من أجله؟ والإشارات التي تدل على دنو الأجل، والإشارات التي تدل على دنو الأجل هي في علم الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يرسل لعباده بأن يكثروا الاستغفار، وأن الذنوب قد عمت وطمت. ومن ذلك الدلائل انشقاق القمر، وآيات الله سبحانه وتعالى الكونية التي تحث الإنسان على أن يكثر الاستغفار، كما قال ربنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فطوبى للمستغفرين. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا.
هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها. أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن قد عدنا لكم والعود أحمدي. كنا قد توقفنا في الحلقات السابقة وكنا قد أخذنا مراجعة لبعض أحكام التجويد والتلاوة، أعني تلاوة القرآن الكريم. وها نحن في هذه الحلقة المباركة نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، في رواية وفي رواية والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه فله أجران. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونذكركم بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة طيلة مدة البرنامج أو على حساب شبكة سلام الفضائية في منصات التواصل الاجتماعي. وها نحن في هذه الحلقة سنأخذ مقدمة في أحكام المدود. وتعريف المد لغة هو الزيادة والتطويل، واصطلاحا
هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين. هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو حرفي اللين. وحروف المد واللين هي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، نحو نوحيها. وسميت حروف المد لأن لها قابلية المط والتطويل. وسميت حروف اللين لخروجها بامتداد ولين من غير كلفة. وأنواع المدود في القرآن الكريم: تنقسم أنواع المدود في القرآن الكريم قسمين: أصلي وفرعي. قسم مدود أصلية وقسم مدود فرعية. فالقسم الأصلي أي يعني المد الطبيعي تلحق به 3 أنواع من المدود. تلحق بالقسم الأصلي وهو المد الطبيعي 3 أنواع من المدود. المد الأول يسمى مد البدل، والمد الثاني يسمى مد العوض، والثالث الصلة الصغرى. نعيد: المد ينقسم إلى نوعين في القرآن الكريم: أصلي طبيعي وفرعي. الفرعي يمد أكثر من حركتين. وأما الأصلي والطبيعي فيندرج تحته 3 أصناف: مد البدل ومد العوض والصلة الصغرى. وأما الفرعي فينقسم إلى قسمين باعتبار السببية، فما كان سببه الهمزة وما كان سببه السكون. فما كان سببه الهمزة يندرج تحته 3 أنواع: المد المتصل والمد المنفصل والصلة الكبرى. المد المنفصل والمد المتصل والصلة الكبرى، وهذا ما كان سببه الهمز. وأما القسم الآخر ما كان سببه السكون فتحته 3 أنواع من المدود: المد اللازم والمد العارض للسكون ومد اللين. المد اللازم والمد العارض للسكون ومد اللين. وقياس أزمنة المدود عند أهل الاختصاص: كيف إنسان يقيس زمن كل مد؟ فلأهل القراءة والاختصاص 5 مقادير. المقدار الأول وهو مقدار القصر، وهو يمد بمقدار حركتين. القصر وهو يمد بمقدار حركتين. والمقدار الثاني وهو فوق القصر وهو ما يمد بمقدار 3 حركات. والمقدار الثالث وهو التوسط، وهو المد بمقدار 4 حركات. والمقدار الرابع وهو فوق المتوسط، وهو ما يمد بمقدار 5 حركات. وأخيرا الطول، وهو المد بمقدار 6 حركات. هذه هي قياس أزمنة المدود كما عند أهل القراءة والتحقيق. وسنأخذ في هذه الحلقة نكمل قراءتنا لسورة ما تبقى من سورة الممتحنة، ونأخذ منها بعض أحكام التجويد السابقة واللاحقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير
بصير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن
واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سورة الممتحنة أو الممتحنة. قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم فيهم. الميم في كلمة لكم هي ميم ساكنة أتى بعد حرف الفاء، والفاء من حروف الإظهار. كيف تقرأ؟ لكم فيهم. وقول عز وجل: فيهم أسوة. الميم ساكنة في كلمة فيهم أتى بعد حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار، تقرأ فيهم أسوة. وقوله عز وجل: أسوة حسنة. التاء في أسوة هو تنوين أتى بعده حرف الحاء، والحاء من حروف الإظهار. وقوله عز وجل: لمن كان. ننظر إلى حرف النون في كلمة لمن، نون ساكنة أتى بعد حرف الكاف، والكاف من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يتولى. نون ساكنة في كلمة ومن أتى بعد حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة، يغن بمقدار حركتين. وقوله عز وجل: فإن. انظروا أعزائي المشاهدين إلى كلمة فإن، سنجد فوق النون حرف مشدد يغن بمقدار حركتين كما تكلمنا سابقا، فتقرأ فإن. وقوله سبحانه وتعالى: عسى الله أن يجعل. نون ساكنة في كلمة أن أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة، يغن بمقدار حركتين. نقرأه كيف؟ أن يجعل. وقوله عز وجل: بينكم وبين الذين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين. ميم ساكنة أتى بعد حرف الواو، والواو من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى: عاديتم منهم. الميم في كلمة عاديتم هي ميم ساكنة أتى بعدها حرف الميم، والحكم إدغام، تغن بمقدار حركتين، تقرأ هكذا: منهم مودة. وقوله سبحانه وتعالى: والله غفور رحيم. تنوين أتى بعده حرف الراء، والراء من حروف الإدغام بغير غنة. كيف يقرأ؟ غفور رحيم. وقوله عز وجل سبحانه وتعالى: لم يقاتلوكم في الدين. لم يقاتلوكم. ننظر إلى كلمة أو حرف الميم في كلمة لم، فنجده ميم ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإظهار. وقوله عز وجل: يقاتلوكم في. الميم الساكنة في يقاتلوكم أتى بعد حرف الفاء، والفاء من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى: ولم يخرجوكم. ميم ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإظهار. كيف تقرأ؟ ولم يخرجوكم إظهار. قول عز وجل:
يخرجوكم من دياركم. يخرجوكم آخر حرف في كلمة يخرجوكم ميم ساكنة أتى بعدها حرف الميم، والميم من حروف الإدغام. كيف تقرأ؟ يخرجوكم وقوله عز وجل من دياركم. النون في كلمة من هي نون ساكنة أتى بعدها حرف الدال، والدال من حروف الإخفاء. كيف تقرأ؟ من دياركم. وقوله عز وجل دياركم أن تبروهم. دياركم أن ميم ساكن أتى بعدها حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى أن تبروهم. لننظر أعزائي المشاهدين إلى حرف النون في كلمة أن، نجده حرفا ساكنا، نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى تبروهم وتقسطوا، ميم ساكنة في كلمة تبروهم أتى بعدها حرف الواو، والواو من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى إن الله. النون في كلمة إن هي نون مشددة تغن بمقدار حركتين. إذا رأينا النون عليها شدة أو الميم عليها شدة فنقرأها ونمدها بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها إنما ينهاكم. إنما نون مشددة تغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى قاتلوكم في الدين، ميم ساكنة أتى بعد حرف الفاء، والفاء من حروف الإظهار. وقوله عز وجل وأخرجوكم من دياركم. من ميم ساكنة أتى بعد حرف الميم وحكمه إدغام. كيف تقرأ؟ وأخرجوكم من دياركم. قلنا سابقا النون ساكنة أتى بعد حرف الدال، والدال من حروف الإخفاء. وقول عز وجل أن تولوهم، نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء، والتاء من حروف الإخفاء. وقول عز وجل ومن يتولهم، نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقول عز وجل يتولهم فأولئك، ميم ساكنة أتى بعدها حرف الفاء، والفاء من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها مهاجرات فامتحنوهن. مهاجرات فامتحنوهن. تنوين في كلمة التاء في كلمة مهاجرات، تنوين أتى بعده حرف الفاء في كلمة فامتحنوهن، والفاء من حروف الإخفاء، فامتحنوهن، والنون مشددة في كلمة فامتحنوهن تغن بمقدار حركتين. نكتفي أعزائي المشاهدين إلى هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كما نذكركم بحديث نبيكم صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق أو وفي رواية ويتعتع فيه فله أجران. فطوبى لأهل القرآن، جعلنا الله وإياكم منهم. إلى لقاء آخر أعزائي المشاهدين، أدعكم في حفظ الله ورعايته وعنايته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورتل القرآن ترتيلا